وكيف تتخلص من الانزلاق الغضروفي. وجالنا اس ام اس دلوقتي خاص بتنشيط الذاكره، يا ريت نعرضها يا استاذ حميد معانا. تنشيط الذاكره. طب ناخد اتصال الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك وكثر الله من امثالك وجعلك الله قدوه حسنه لنا ان شاء الله. اللهم امين. والله دعوات طيبه من اهل ابو ظبي الطيبين، احبتي في الله والله. الله يبارك فيك وعليك. سيدي الفاضل اذا سمحت بس اعاده وصفه المعده والاثنى عشر. اعاده ايه يا اخي الحبيب؟ عندي حموضه مرتفعه جدا. خادمك ان شاء الله. انا اسم حضرتك الاول؟ انا اسمي علي. يا شيخ علي ان شاء الله وصفه القولون والمعده لما تتعرض دلوقتي ابشر، من اول كوبايه هتشربها بفضل الله عز وجل ستنقضي تماما الحموضه بفضل الله عز وجل. ابشر ان شاء الله. اعاده وصفه القولون. حاضر. طب الذاكره ممكن نعيدها وهي القولون بالمره ولا ايه؟ متاح؟ استاذ احمد يا شاكر. طب هنشوف دلوقتي ازاي لما تبدا معانا وصفه القولون ووصفه الاخ اللي هو بتاع ابو ظبي عشان نعديها له، ووصفه ما بلاش اتصالات بقى. طيب ماشي. استاذ هند السلام عليكم. انا عارف ما اعرفش استاذ هند بيحب المتصلين ليه قوي كده، عمال يقول لي غصب عنك هترد. السلام عليكم. طيب نكمل بقى عشان احنا عاوزين النهارده برنامج حلقه نستقبل اتصالات وحلقه نرد على الاتصالات. انما النهارده لو ردينا على كل الاتصالات يعني كل الناس. طيب تنشيط الذاكره معانا جاهز دلوقتي، هنعرضها على الهواء عشان الاس ام اس اللي وصل. اللي مش قادر يوصل لنا النهارده يبعت اس ام اس ونرد عليه الحلقه الجايه ان شاء الله. تنشيط الذاكره معانا على الهواء دلوقتي. تنشيط الذاكره 50 جرام قسط بحري. خلاص معايا 25 جرام زعتر، 25 جرام تنشيط الذاكره، 25 جرام عرعر، 50 جرام جينسينج، 25 جرام حبه البركه، 25 جرام بابونج. الاخ اللي طلب وصفه تنشيط الذاكره عن طريق الاس ام اس عن طريق 94174 بنقول له ان الوصفه 50 جرام قسط بحري، 25 جرام عرعر، 50 جرام جينسينج، 25 جرام حبه البركه، 25 جرام بابونج. هتغلي منها وتشرب مره على الريق ومره قبل النوم، هتتحسن جدا عندك الذاكره بفضل الله عز وجل. بعد كده كان معانا اتصال خاص بالنحافه. النحافه طبعا والاخت اقسمت علينا يعني اقول وصفه دلوقتي للنحافه ان شاء الله. يعني الناس عاوزه تخس والناس عاوزه تزيد. احنا قلنا وصفه الناس عاوزه تخس، هنقول وصفه الناس عاوزه تزيد. 100 جرام مستعجله 100 جرام مغات، معذره 100 جرام مستعجله، 50 جرام مغات، 50 جرام لوز حلو، 25 جرام فول صويا، 100 جرام مستعجله، 50 جرام مغات، 50 جرام لوز حلو، 25 جرام فول صويا. ما بلاش اتصالات. طب ناخد اتصالات. السلام عليكم. عليكم السلام. يا استاذ عصام اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يكرمك يا حبيبي. بقول لحضرتك معلش انا اسف يعني 10 سنين التبول لا ارادي. 10 سنوات تبول لا ارادي. لا النهارده ارد على الموضوع ده يا استاذ ان شاء الله. استاذ ابشر ان شاء الله. المستعجله 100 جرام، مغات 50 جرام، لوز حلو 50 جرام، فول صويا 25 جرام، 100 جرام مستعجله، 50 جرام مغات، 50 جرام لوز حلو، 25 جرام فول صويا، 100 جرام مستعجله، 100 جرام مستعجله، 50 جرام مغات، 50 جرام لوز حلو، 25 جرام فول صويا. نطحن كله مع بعضه، نعجنه في عسل نحل، ناخد معلقه قبل كل اكل، ما شاء الله الجسم هيزيد وهيبقى ممتاز جدا جدا بفضل الله عز وجل. في طريقه ثانيه وسهله جدا لزياده الوزن، ان احنا نجيب فول الصويا ونطحنه، ونجيب بيضه بلدي ونضرب البيضه البلدي كانك بتطقها على النار، وتضرب معاها معلقه فول صويا وتاكلها على الريق، ممتازه جدا 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 لزياده الوزن. حسيت الانف هنجيب نعناع وبابونج وريحان وخزامه وبردقوش. نعناع بابونج ريحان خزامه بردقوش، نعناع بابونج ريحان. طيب اخر اتصال عشان طيب ناخد ماشي. السلام عليكم عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي مشكله. اتفضل اتفضل يا عبد الرحمن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتور معلش كنت عايز اسال حضرتك على حاجه بس. اللي عندي قشره في شعري بقالها سنين. حضرتك ايه؟ قشره قشره شعري بقالها سنين
وبعدين هي مش قشرة طبيعية، دي يعني كبيرة وسميكة جدا. قشرة شعر؟ فكنت بروح للدكاترة بيقولوا لي دي صدفية. طيب هرضى على حضرتك ان شاء الله، بس احنا يعني في اخر حلقه هرضى على حضرتك ان شاء الله. احنا طبعا بنعتذر الناس اللي في ضغط اتصالات علينا جامده، فهو في بندخل بعض الناس اللي ممكن تخش ان شاء الله يعني، بس هو الناس سامعين انهم مش عارفين يدخلوا معانا على الهواء لان في ضغط اتصالات غير عادي النهارده، فالناس تسامحنا ان شاء الله. وان شاء الله اللي مش هيعرف يوصل لنا النهارده احنا الحلقه الجايه هتبقى مفتوحه للاتصالات فقط، الحلقه الجايه استقبال الاتصالات بس ان شاء الله. حسيت الانف نعناع بابونج ريحان خزامه بردقوش، نعناع بابونج ريحان خزامه بردقوش، نفس المقادير، نعناع بابونج ريحان خزامه بردقوش، نعناع بابونج ريحان خزامه بردقوش، نفس المقادير. ناخد معلقه كبيره على كوبايه ميه نغليها كويس جدا جدا جدا، ونبدا نستنشق البخار بتاعها، هتحسن ان شاء الله عز وجل على موضوع حساسيه الانف. البروستاتا بقى، نيجي لموضوع البروستاتا. الحلقه اللي فاتت كان معانا اكتر من 10 اتصالات خاصه بالبروستاتا، وبعد ان شاء الله البروستاتا هناخد كام اتصال كده ان شاء الله. البروستاتا يعاني منها الجميع الا من رحم ربي. البروستاتا مرض انتشر في الامه انتشار غير عادي، اصبح الان الشباب يعاني منها قبل العجوز، ودي يمكن مشكله كبيره جدا بتقابل معظم الناس. فانا النهارده ان شاء الله بقول عن تضخم البروستاتا. طبعا بقول ان البروستاتا هي عباره عن غده خاصه بالذكور، ويبلغ وزنها حوالي 20 جرام، وتمر خلالها قناه مجرى البول حوالي 2.5 سم، وكذلك يمر بها قناتان صغيرتان تحملان السائل المنوي ليصب في قناة مجرى البول الخلفية، وهي تقوم كما سلف وظيفة حيوية، حيث أنها تقوم بالمشاركة في تكوين السائل المنوي، حيث تختلط إفرازاتها مع الحيوانات المنوية، وتحتوي هذه الإفرازات على أنزيمات تساعد على سيولة السائل المنوي وزيادة سرعته، كما يساعد على تلقيح البويض. يعني الناس اللي عندها مشكلة في سرعة الحيوان المنوي لازم يظبط البروستاتا الأول. الناس اللي عندها مشكلة عقم بسبب سرعة الحيوانات المنوية بنقول ظبط البروستاتا، لأنها بتعمل سيولة، تساعد على سيولة السائل المنوي وزيادة سرعته. طيب أنا هقول دلوقتي كام وصفة كده، والآخر هقول لكم الزبد بتاع البروستاتا النهائي موجود عند أي واحد في البيت. لو مشكلة البروستاتا في الأول، يعني شاب مثلا لسه في الأول كده وبيحصل له إثارة وما يحصلش قذف والأمور دي كلها، فبيحصل له مشاكل بروستاتا، يعمل إيه لو الموضوع لسه في البداية؟ لو الموضوع لسه في البداية هيجيب البلاميط، نبات اسمه البلاميط، وياخد منه يغلي منه ويشرب كل يوم على الريق، هيتحسن جدا بإذن الله عز وجل. وبرضه لو ممكن ناخد بذر الكتان، يعني ممكن نجيب بلاميط وبذر الكتان وخلنجان، نفس الكميات، بلاميط بذر كتان خلنجان، الثلاثه مع بعض، ونطحنهم وناخد معلقه على كوبايه ميه ونغليها كويس ونشرب منه كل يوم على الريق كوبايه، البروستاتا هتتحسن. ده لو الحاله في الاول. طب لو الحاله في الاخر هنعمل ايه؟ الحاله متطوره مثلا، يعني مثلا رجل كبير عنده بروستاتا متضخمه والموضوع متاخر، برضه بقول بعتذر للناس اللي بتتصل، انا اسف جدا، احنا النهارده جايين علشان نرد على الاسئله، مش جايين عشان نقول الو والسلام عليكم والله عندي كذا وكذا، لا، احنا جايين النهارده عشان يبقى في مصداقيه